للإعلام في مجالس العلم وغير ذلك. تغريداتك في تويتر يعني بعضها مثير جدا، يعني هل هي داخلة في مثل هذا الجانب؟ هي داخلة في مثل هذا في مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام في تأمل أحوال الناس ما يتعلق في النوازل، وكذلك أيضا حاجات الناس، حاجات المظلومين، حاجات المقهورين، حاجات المحتاجين، أيضا المنكرات والأخطاء التي تكون في الناس إصلاحها، أن يكون ذلك على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يعني أرجو مؤاملة أن يسير عليه. نسأل الله التسديد، والإنسان يقع في يعني كثير من الناس يسأل كيف متى يكتب الشيخ، كيف طريقته كيف كتابتها فيما يتعلق بالتغريدات هذه، لأنها تأتي أحيانا في الصميم في الحقيقة، يعني تلفت نظر الناس إلى قضايا وربط الواقع بنصوص يقرأها الإنسان كثيرا لكن ما ينتبه. منها ما يبلغني الحادثة أو نازلة أنها تكون، ومنها ما أتبعها شخصيا. أنا أعرف مثل هذه النازلة ثم أتتبع هذه النازلة وأربطها بشيء مثلا من الشريعة، حتى منها أمور متعددة. منها أن يعلم الناس أن الشريعة لم تدعم شيئا إلا وبينته ووضحت، وكذلك أيضا نصرة لمثل هذه القضية، سواء قضية فردية أو قضية عامة. وأسعى دائما إلى سلوك منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الإيضاح والبيان من غير تسمية أو تصريح، ما لم يكن ثمة مقتضي لهذا، فلكل شيء مناسبة ولكل مقام مقال. هل كل ما استجد يعني طريقة أو وسيلة جديدة من وسائل الإعلام يجب على العالم أن يبادر فيها؟ بمعنى أنه في السابق كان هناك نوع من الحذر في الدخول في مثل هذه الوسائل، هل نقول المفروض العكس، يكون هناك مبادرة بمعنى مزاحمة أهل الشر فيها؟ هذه المبادرة طبعا احنا يوميا الآن نرى وسائل جديدة الآن، ابتداء القنوات الفضائية طبعا تأخر أهل الخير فيها فسبق أهل الشر. هذه الوسائل مجامع وحياض تجمع الناس، كحال الموارد التي تجمع الناس، وكذلك منابت الشجر، وكذلك أيضا الأسواق. هي شبيهة بالأسواق التي تكون مثلا في عكاظ وكذلك مجنة وغيرها، التي يريدها الإنسان، موارد الناس في القبائل ومتاجرهم ونحو ذلك. هذه كذلك أيضا هذه الوسائل موضع للمجامع يقصدها الناس. مقاصد العلماء والدعاة لها ينبغي أن لا تكون لحظوظ النفس، وذلك لبروز الإنسان وظهوره وتعرف الناس عليها ونحو ذلك، بل تكون لأداء هذه الرسالة، أن يؤدي الرسالة. فهذه من الأمور المتأكدة لطالب العلم وللداعية وللمصلح أيا كانت مرتبة تحصيله وكذلك تمكنه في العلم الشرعي. جميل. إذا أردنا أن يدخل العالم مثلا في مثل هذه الوسائل، وفي المقابل سيأخذ منها أوقات في الحقيقة كثيرة جدا، يعني ربما حين تشغلها عن رسالة ما هي أكبر، كيف يكون هناك توازن؟ هو في مثل هذا النيابة هذه من الأمور المهمة. النيابة أن ينوب أحد عنه يؤدي رسالته عنه، وذلك أن الرسالة مثلا يؤديها الإنسان مثلا في مجالسه ومجامعه، ثم يتولى غيره مثلا بنشرها. يعني أنت شيخ ما تدخل مثلا تويتر وتكتب ولا نادر يعني حقيقة نادر، يعني هناك من يتولى عملك في هذا الجانب؟ هذا هو الأصل. وفي النادر أكون أنا. طيب شاكر لكم قدر الله الشيخ، بارك الله فيكم.